مساء الخير. واحد من 3 سنين من أصحابي هو كان بيلعب رياضة بقى وجسمه كده بادي بيلدينج بقى وحاجة كده رهيبة. فكان نصحني من 3 سنين إن أنا ابتدي انظم اكلي والعب رياضه وكده وكده. فانا قلت له يعني انا ما كنتش بحب قوي موضوع الرياضه والجيم والكلام ده، فقلت له حاضر ماشي ان شاء الله. فقال لي جمله فضلت ترن في دماغي والله ال3 سنين اللي فاتوا دول. قال لي في البدايه هتكوني كارهه الجيم عمى، بس بعد فتره في الجيم شهر شهرين كده هتبتدي تدمني الجيم وتدمني الالم اللي بيجيلك في الجيم وتحبيه قوي. فقلت له معقول في حد بيحب الالم؟ معقول؟ انا طبعا فضلت الجمله دي ترن في دماغي وما كنتش مصدقاها. هوصل ان انا احب الالم؟ كمان نو واي. محدش يقول ان في اي حد طبيعي بيحب الالم. فهو قال لي لا، هتوصلي لفتره بعد ما تداومي في الجيم شهر و2 و3 لدرجة ان اليوم اللي مش هيعدي عليكي تروحي فيه الجيم هتبقي متضايقة متكهربة متعصبة متغاظة، عايزة تروحي الجيم وعايزة تتألمي. يا جماعة انا بقالي 4 شهور ووصلت للمرحلة دي. انا امس كنت بقول للمدربة بتاعتي سوشو انا عايزة مور بين. قالت لي وات؟ قلت لها عايزة ألم اكتر، عايزاكي تدربيني لغاية ما اوصل لاقصى ألم. قالت لي ليه؟ قلت لها بقيت احب الألم، بقيت احب ارجع البيت احس ان عضلاتي وجعاني، بقيت احب الالم. فبعد ما اكتشفت ان يا جماعه الرياضه اولا بتحسن حالتك النفسيه، بتحسن المود والحاله المزاجيه من قلق احباط توتر غيظ اي مشاعر وحشه، الرياضه بتخرجك منها. بترجع البيت انت فرحان بالانجاز اللي عملته، ان انا بتدرب بقالي 1.5 ساعة وبشيل حديد وبعمل تمارين مقاومه وبعمل تمارين متواتره عاليه الشده. انا لما بخلص وبلاقي المدربه بتعمل لي كده تقول لي برافو برافو عليكي شطوره ويل دان، انا ببقى فرحانه، ببقى عايزه اتنطط. فانا بقيت اعشق الجيم وبقيت اعشق الالم اللي بيجيلي في كل عضلات جسمي بعد ما بتدرب. فصاحبي لو انت بتشوفني انت عندك حق، انت قلت لي واحنا قاعدين في ستيريو يا نهى هيجي عليكي فتره هتعشقي الم الجيم. وانا بقول لك متشكره قوي على الجمله دي، وفعلا انت عندك حق، لان انا بدات اعشق الالم وبقيت اطلب من المدربه انها تدربني اكتر عشان انا بقيت احب الالم. متشكره قوي، بحبكم.